السلام عليكم، الله يساعدكم شباب. شلونكم؟ شلون الصحة؟ اليوم رجعنا لكم برنامج فوتو انستمنت ميوت، برنامج يجعل بشرتك جميلة ورائعة كلش بحيث تصفي لك البشرة، وبرنامج غني عن التعريف. طبعا رابط البرنامج اسفل الوصف. اليوم احنا في فقرة استعراض البرامج. طبعا اول ما تفتح البرنامج كما تلاحظون الاصدار 4.0 عندنا تجميل البشرة، تجميل البشرة، تنظيف، تسهيل، تجميل البشرة، إضاءة، تباين، تجميل البشرة، تلوين، إضاءة، استنساخ، إزالة عنصر، منظف البشرة أو تنحيف سبيل. المهم احنا عندنا هواي من يعني الفيديوهات التعليمية إذا تريد تتعلمها. طبعا منظف البشرة، خلينا نشوف شلون ينظف البشرة. يختار أداة، هاي الأداة اللي أمامكم، ومن ثم كما تلاحظون عزيزي المشاهد، طبعا مو انا جاي استخدم هسه البرنامج، هو تعليم فقط. هذه الان جاي ينظف لك البشرة كما تلاحظون عزيزي المشاهد. طبعا انا الغيه وراح اقيما، يعني انا راح اسوي صورة واستر الصورة، اقول له فتح. نزلت صورة قبل شوي من النت، نفتح الصورة كما تلاحظون وجه هذا الولد. نقدر نعطيها زوم او تكبير. المهم نختار نفس الاداة، يعني نفسية محددة، شوي نكبرها ونبلش. كما تلاحظون عزيزي المشاهد نبدأ بإزالة الحبوب، وإن شاء الله نشوف الفرق قبل وبعد. طبعا البرنامج كلش يفيد، يعني اللي يريد يوصلون إلى صور احترافية، يعني صور لا بأس بها، هواي البرنامج توزيع أضواء، يعني يوصل إلى مرحلة سهلة جدا، ونتائج نتائج الفوتوشوب تقريبا. المهم نبدأ في إزالة. كما تلاحظون هسه نشوف الصورة قبل وبعد. سوي الخشم للنسة. نبلش. اللحية راح فيها الرجال. الإذان خطية، الإذان نرتبها. كلها وسخ إذانه. هسه نبلش نشوف الفرق قبل. هاي منها الأصلية والقديمة. الأصلية كما تلاحظون والقديمة، يعني شوف النتائج شلون مبهرة ورائعة كلش. طبعا مراجعة بسيطة لهذا البرنامج، أعتقد فاتكم الشرح. لا تنسون الضغط على لايك وسبسكرايب ومفضلة. شكرا لكم، إلى هنا ينتهي شرحنا لهذا اليوم. لا تنسون الضغط على لايك وسبسكرايب ومفضلة. See you.